عندي استعداد اكل الاكله دي كل يوم. متخيل؟ بطاطس، شويه الخضار، البيض، وبعد كده الجبنه الموتزاريلا، بيتزا جميله. ابعتها لصاحبك الشيف، اسهل طريقه لعمل البيتزا، ولا تقول لي عجينه ونفرد عجينه ولا اي حاجه خالص. تورتيلا والصلصه والموتزاريلا، وتورتيلا والصلصه والموتزاريلا والحشو بتاعها، وبألف هنا عليه. اسهل طريقه، الوصفه اللي ما يختلفش عليها اتنين، وطعم روعه اهو. طب ما الكريبات طلعت سهله اهي، امال بتصعبوها علينا ليه؟ هو بنعمل عجينه وحوارات؟ طب ما هوش جاهز اهوت، واقطع ولف بقى كريب زي العسل. تسلم ايدي. مسمينه ترند الغلابه لان المكونات موجوده في كل بيت. البيض مع الزيت مع الدقيق مع اللبن ورشه الملح، وبعد كده معلم افرد على صينيه عليها ورق الزبده، وانزل بالموتزاريلا مع اللانشون مع اي خضار عندك، وحتى لو ما حشتهاش هتطلع معاك احلى بيتزا في 10 دقايق. البيتزا دي اسمها ترند الغلابه. طبعا كلنا تحت البطانيه وكسلانين، فانا جبت لكم سندوتش هنسميه سندوتش الكسلانين. في ثانيه نعمله فينو، موتزاريلا، بلانشون، بيض، موتزاريلا تاني، حبه البركه، نحطه في الاير فراير او في الفرن ويطلع لنا احلى سندوتش عظمه هنسميه سندوتش الكسلانين. ده يعتبر افضل وسيله للطعام في هذه الايام. الله يعيننا على حالنا دلوقتي والله. المرة دي نقشر البطاطس، بعد كده نقطعها حتت، نقعناها في ميه بخل، نشيلناها، شوية الدقيق، شوية البهارات، شوية الميه، قلبنا، حطينا البطاطس يا معلم، ورقة الزبدة، نزلنا البطاطس في الزيت بورقة الزبدة. خد بالك بقى، نزلنا البطاطس بورقة الزبدة عشان تطلع معانا بالمنظر الجميل اللي انت شايفه ده. وألف هنا، بطاطس غير العادي. كسر روتين البطاطس بقشرها بالبطاطا بقشرها. هتقول لي بقشرها يا احمد، هقول لك بقشرها يا احمد. حط شويه النوتيلا، حط شويه الشعريه، حط شويه الموتزاريلا، شعريه تاني، دخل الفرن، ما تضيعش وقت، طلع من الفرن على طول. والف هنا عليكم. الناس اللي بتسعى في الشتاء انصحكم بالوصفه دي، مش هتتخانوا تاني. صباح الفل. انا السندوتش ده مش جايبه لك عشان تتعلمه، لا والله خالص. انا جايب لك السندوتش دوت عشان تقول لي البتاعه البيضه اللي اتحطت في النص ديت ايه دي، عباره عن ايه. انا السندوتش عاجبني وكل حاجه الا البتاع اللي في النص، نفسي اعرف ايه دي عشان اعمله. بنستصعب عمايلها وطلعت عمايلها اسهل مما يكون زي ما انت شايف. رقاق يا معلم والمفروم والموتزاريلا، بعد كده الرقاق وتنزل عليه بالسمنه يا معلم، وتفرش الصلصه بالمفروم بالموتزاريلا، ولا هتعجن ولا هتخبز ولا هيطلع عين اهلك. يعني الموضوع طلع سهل اهو، وبنشتري من بره والموضوع طلع سهل وفي ايدينا. دي نشتريها من بره عشان دي مش عارفه بتعمل ايه بصراحه. هنا شويه تشكيله لحمه وتشكيله جبن ودهنة سمنه، ودي انا مش عارف اسمها ايه بقى بصراحه. حلو، حلو يا اختي، حلو. كل يا اختي كل.